السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا وبعد انتظار طويل دام لمدة 15 يوم تقريبا، من 3 يناير 2024 إلى يوم 18 يناير 2024، قال لك الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيفين الدرجة الثانية من أطر التدريس والأطر المختصة دورة 2023، هو يوم 18 يناير 2024 ابتداء من الساعة 11 ليلا، وذلك بمقر الأكاديمية الجهوية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمديريات الإقليمية، وكذلك نشر على مواقع الإلكترونية. دونك قالوا غادي ينشروا اللوائح ديال الناس اللي ناجحين في الكونكور ديال التعليم في المديريات الإقليمية، وكذلك في المواقع الإلكترونية ديال وزارة التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية. دونك باش نشوفوا اللوائح ديال الناس اللي مقبولين في هذا الكونكور. اول حاجه كنبغيو نشكروا هذا السيد هذا، هاد لاباج هادي فيسبوك تاع رضوان الرماتي، اللي كان تيمدنا ديما بالجديد ديال مباراة التعليم، هو اللي كان تيقول لنا بلي غادي واش اليوم غادي تلاحوا كل نهار تيلوح بوست تيقول لنا واش غادي يكونوا النتائج ولا ما غاديش يكونوا. دونك شكر خاص لهذا السيد هذا. دونك باش نشوفوا اللوائح ديال الناس اللي ناجحين، غادي نجيو هنا، غادي نكتبوا الاعلان على مباراة التعليم 2023، غادي يطلع لنا هاد لو سيت هذا dreamjob.ma، غادي نكليكيو على هاد لو سيت هذا. دونك باش نشوفوا داكشي راه اوفيسيال وداكشي حقيقي، غادي يتبان لنا هاد 18 شهر 1 2024. دونك هاد لو سيت هذا راه دار ليه الميزاجور اليوم، ça veut dire que les résultats غادي يتحطوا اليوم ان شاء الله. قالوا ابتداء من 11 ليلا، احنا غنتسناو دابا 10 وربع، غادي نتسناو شويه. ها هي كاع تبدلات، سيعلن عن نتائج مباراة التعليم ونتائج شفوي مباراة التعليم 2023 جميع الجهات يوم 18 يناير 2024. دونك هادشي رسمي وخبر حقيقي. دونك ان شاء الله يسمعنا خبر الخير. وبالنسبه للوائح غادي تحطوا على حساب كل جهه، دونك جهه الرباط سلق ونجرة، جهه الدار البيضاء سطات، جهه الدخله والذهب الى اخره. كل جهه غادي تلوح لي ليست ديال الناس اللي ناجحين في هذا الكونكور هذا. دونك سوا غادي تمشيو هنايا، سوا غادي نجيو لهاد لو سيت هذا اللي هو اورينتاسيون 24، حتى هو غادي نلقاو فيه لي ليست ديال الناس اللي ناجحين.